السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي يا جماعة الفيديو الأخير اللي احنا هننزله النهاردة. الفيديو خاص بالتوصية الفنية اللي نزلها منصة رامبل التابعة لساندر لتداول الأوراق المالية. هنا يا جماعة التوصية خاصة بسهم عامر جروب. طبعا التوصية هنا شراء طبعا بتاريخ 15 ابريل 2024. سيرجيو هو اللي كان موصي التوصية ديت. السعر الأخير اللي وقف عليه السعر في آخر جلسة تداول اليوم هو جنيه وخمستاشر قرش. نطاق الشراء من جنيه وعشر قروش إلى جنيه وتمنتاشر قرش. وقف الخسارة 93 قرش. السعر المستهدف جنيه 68 قرش. الأداء منذ تاريخ التوصية 2.6%، يعني 2.5. طبعا هي التوصية الفنية هي ما بيبقاش فيها كلام كتير. هي يعني هما كاتبين ان المستهدف الاولاني طبعا هو السعر النهائي اللي هم محددينه جنيه 68 قرش. بس الجنيه 68 قرش دوت في مستويين السهم هيطلع عندهم. المستوى الاول اللي هو بنحافظ بيه على جني الارباح، او بنحافظ بيه على الاقل بنسبة 50% من الأرباح المحققة، هو السعر جنيه 45 قرش. ده المستوى الأول في جني الأرباح. أما المستوى النهائي لجني الأرباح هو السعر المستهدف اللي مذكور في التوصية، اللي هو جنيه 68 قرش. طبعا بأكد تاني على وقف الخسائر 93 قرش. طبعا بالنسبة للتوصية الفنية، التوصية الفنية دي يا جماعة يعني كلنا نهتم بالكلمة دي ونحطها في ودننا كويس جدا. مفيش حد يستثمر بأزيد من 10% من المحفظة. خاصة التوصية الفنية من أخطر التوصيات، لأن هي أكتر من توصية خلال الفترات السابقة وفي فترة تذبذب السوق طبعا حققت خسائر كبيرة جدا جدا جدا. فاحنا بنحذر الناس من التوصيات الفنية. بلاش نخش برأس المال كله أو بنسبة كبيرة. هي أقصى شيء نخش فيه في أي توصية فنية هي 10% فقط. وده يا جماعة مش كلامي، ده كلام الخبراء بتوع رامبل اللي بيوصوا وبيصدروا التوصيات الفنية. والكلام دوت طبعا أنا نشره في فيديوهات ليهم هم اتكلموا عليه وقالوه. وممكن ترجعوا للفيديوهات اللي قبل كده وتشوفوا هم قالوا ايه. وبالتوفيق للجميع إن شاء الله.